اتفضل زميل جورج. مساء الخير. باسم المركز الكردي للدراسات، نرحب بجميع المستمعين معنا ومشاهدي هذه الندوة التي نستضيف فيها الدكتور طه علي، وهو باحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط وسياسات الهوية، والأستاذ موفق نيربي، كاتب وسياسي سوري، لمناقشة تأثيرات حرب غزة على سوريا. بطبيعة الحال سيكون هذا اللقاء مبث أيضا على صفحة المركز الكردي للدراسات عبر تطبيق فيسبوك، وكذلك الأمر على منصات أخرى تتبع للمركز. ويسعدني أن أبدأ النقاش مع الدكتور طه علي فيما خص تأثيرات حرب غزة على سوريا. نحن لاحظنا دكتور طه كيف أنه إسرائيل اتخذت كتدبير عاجل قصف مطاري دمشق وحلب وأخرجتهما عن الخدمة في بعد يومين أو ثلاثة من عملية 7 أكتوبر التي قامت بها حماس في غلاف غزة. داخل هذا الجو يعني تصنف سوريا أو النظام السوري كعضو أساسي في فريق ما يسمى بالمقاومة أو الممانعة. داخل هذا الجو أيضا تعرضت سوريا إلى الكثير من الضربات التي وجهها الجيش الإسرائيلي للمناطق بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية في هضبة الجولان، وأشيع أن هناك بعض الصواريخ التي انطلقت من سوريا، وبالتالي تحولت سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، خاصة وأن نفوذ إيران المشهود والواضح جدا في سوريا منذ عام 2012، والذي ترسخ بشكل أكبر نتيجة انزياح الأزمة السورية باتجاه العسكرة. هذا الحضور الإيراني أيضا بدا مكلفا على دمشق وبدا مكلفا على النظام السوري، لجهة أنه استفز القوات الأمريكية ووجه ضربات للأصول الأمريكية في شمال شرق سوريا وفي مناطق أخرى. الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للرد على ما أقدمت به الميليشيات المدعومة من قبل إيران. كانت الضربات بحسب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتوجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال أننا في خضم مرحلة الدفاع عن النفس، من حقنا أن نضرب يعني المنشآت المدعومة، الميليشيات المدعومة من إيران. إذا سوريا بمعنى من المعاني تحولت إلى جزء من هذا الوضع العاصف في المنطقة، ولو أن الحرب لم تتحول إلى شكل إقليمي، لم تتخذ بعد الطابع الإقليمي، إلا أن إسرائيل كشفت عن إمكانياتها وجهوزيتها لتوسيع نطاق الحرب، وبدأت ربما بحرب استباقية أو تدابير استباقية. كيف تقرأ ارتدادات الحرب في غزة وما حصل بعد 7 أكتوبر على سوريا؟ أحب بس دكتور طه إذا بتسمح لي، قبل 3 أشهر من الآن كان الرئيس السوري بشار الأسد على قناة سكاي نيوز العربية يقول عن حماس: تعرضنا إلى موقف غدر من حماس ولا نرحب بحركة حماس في سوريا، وليس هناك سوى بضعة أفراد. وكانت يعني الأحوال بين دمشق وحركة حماس في أسوأ مراحلها منذ أن يعني منذ عام 2008. لم تشهد العلاقات هذه الدرجة من السوء، لكن سوريا إلى ذلك تتحمل تبعات ما حصل في غزة وما قامت به حركة حماس يوم 7 أكتوبر. تفضل دكتور طه. يعني خليني أرحب بحضرتك، أهلا بيك وأهلا بالمركز، مركز الدراسات الكردية. سعيد بتواجدي معكم في هذه الأمسية الثقافية والسياسية والفكرية والجيو استراتيجية إن صح القول. الأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، اسمح لي بداية أؤكد على أنها جزء من أزمة عالمية يعيشها النظام العالمي خلال الفترة الأخيرة، والنظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار أنه نظام تأسس قبل 100 عام أو نحو 100 عام من الآن، قد دار دورته وطرأت عليه مستجدات تدفعه نحو إجراء بعض التغييرات. إذا عدنا بالتاريخ ربما على مدار العقود الأربع الأخيرة أو حتى الخمسة، سوف تجد يا أستاذنا الفاضل أن
طبيعة نظم العالم أو النظم العالمية اللي هي الورلد اوردرز بشكل عام تعرضت لعدد من التغيرات. كل منها كان يدوم نحو قرن أو قرن وربع أو قرن ونصف، 100 إلى 150 عام. رأينا إذا تتبعنا السيرورة التاريخية منذ بعد الحروب النابليونية، عفوا حروب ال30 عام، سنة 1648 العالم دخل في إطار ما يعرف بالدولة القومية أو الدول القومية بشكل عام. هذا الأمر ربما استقر عليه أو استقرت عليه تفاعلات القوى العالمية. حتى حروب النابليونية اتخذت صيرورة معينة حتى ترى التغيرات في ناجمة عن نشأة الفكر القومي في أوروبا بشكل عام، وظهور دول جديدة تسعى لشغل مساحة في المحيط العالمي بعد أن اكتمل أو تولد لديها إدراك بأن لديها الحق في شغل هذه المساحات التي تنشدها، وخاصة بعد أن تراكمت لديه وفورات نتيجة للثورة الصناعية إلى آخره. رأينا ألمانيا الصاعدة، رأينا النمسا المجرية الصاعدة، رأينا الدولة العثمانية المتراجعة، رأينا الإمبراطورية الإيرانية المتراجعة أيضا. عايز أقول إن النظام العالمي بين الحين والآخر يشهد مجموعة من التغيرات التي تدفعه نحو إعادة الهيكلة. منذ عام 1817 بعد الحروب النابليونية حتى عام 1900 حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، شهد العالم حالة من الاسترخاء التي أعقبت ما يعرف بسلامة 100 عام، التي حتى نظر لها الفيلسوف إيمانويل كانت في أطروحته المعروفة بأطروحة السلام الدائم، بأن الديمقراطيات لا تتحارب. عايز أقول برضو أن العالم يشهد مرحلة أخرى من الاسترخاء لتعود في إعادة الهيكلة نتيجة بروز قوة أيضا فاعلة في المشهد تسعى إلى تغييره، لأن حالتها قبل 100 عام حينما تم تدشين هذا النظام ليست كما هي الآن. اليوم نحن بصدد حقبة جديدة تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى والتقسيم الدولتي الذي قامت عليه دول الشرق الأوسط بشكل عام. رأينا ما بعد معاهدة لوزان 1923، وهي كانت من نتائج وتداعيات الحرب العالمية الأولى تأسيس دول في المنطقة طرأت على مدار القرن الماضي. ظهرت إسرائيل كفاعل مهم ووظيفي لخدمة القوى الغربية في الشرق الأوسط. عايز أقول أيضا أن هذا العالم الذي تشكل بعد الحرب العالمية الأولى قد وصل إلى مرحلة تدعوه إلى إعادة التشكل نتيجة لبروز قوى إما من رحم الإقليم مثل تركيا وإيران تسعى للحصول على مكان على الخريطة الإقليمية تزاحمها إسرائيل الرافضة لعودة أي طرف بحكم تقاطع ذلك مع مصالح الأوروبية، أو حتى الصين العائدة إلى النظام العالمي أو القادمة إلى النظام العالمي. إذن حالة من النضج وصل بها النظام العالمي والنظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط أن تدعو القوى الفاعلة لإعادة النظر، والمخاوف المتولدة لدى الغرب من هذه المستجدات قد تدفع الولايات المتحدة إلى الانجرار بكثافة إلى منطقة الشرق الأوسط نتيجة لحرب ربما تكون من حيث الناحية الجغرافية مثل غزة وإسرائيل هي قليلة، هي مساحة لا تكون كثيرة ولا تستدعي حرب عظمى أو حرب إقليمية. يعني أنت تتحدث عن طرفين حركة في قطاع غزة، قطاع بضع مئات من الكيلومترات، وجيش نظامي في إسرائيل يصنف نفسه على أنه واحد من أقوى جيوش العالم. إذن نظريا يفترض أن الصدام ما بين إسرائيل أو الصراع الإسرائيلي الحمساوي الذي تم حصره في هذه المعادلة بعد إخراج الكثير من الدول العربية أو دول الشرق الأوسط من معادلة ما كان يعرف بالصراع العربي الإسرائيلي، حتى وصلنا لتقزيم هذا الصراع وحصره في معادلة الصراع الإسرائيلي الحمساوي. على أي حال، صراع في هذا الحجم الضئيل يستدعي الولايات المتحدة لنقل بوارجها وغواصاتها وتنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط. إذن قراءتنا للمشهد تقول أننا لسنا بصدد حرب بين حماس وإسرائيل، ولا حتى إيران التي
تقف بشكل مباشر خلف كثير من الحراك الذي يشهده منطقة الشرق الأوسط في سوريا وفي العراق وحتى في على الأراضي الفلسطينية، بل هو إعادة النظر أو مخاض جديد لنظام عالمي يعني يخرج من رحم منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. إذا هذه إطلالة حبيت أبدأ الحديث مع حضراتكم، وأنا يعني أتعشم أن تعذروني على الإطالة فيها، حتى نقف على جوهر الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط، كونها أزمة تتجاوز حدود الإقليم. رأينا فرنسا تتحدث عن إرسال حاملات طائرات أو سفن أو قطع حربية لها في منطقة شرق المتوسط. رأينا الصين أيضا تتحدث عن إرسال 6 سفن بزعم إجلاء الرعاية. ربما يكون الأمر مرتبط أيضا بالمصالح الصينية في الشرق الأوسط. المملكة المتحدة هي الأخرى حاضرة. الرئيس الأمريكي يتحدث يعني ثاني أو ثالث يوم اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر ينتقل بشخصه إلى تل أبيب، ويسبقه في ذلك وزير خارجيته أنتوني بلينكن. يتحدث بعدها على الفور رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شرق أوسط مختلف، بصرف النظر عن هو شرق أوسط جديد شرق أوسط غير جديد، لكننا بصدد معادلة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط. يجري الآن الحديث بشأن يعني إعادة النظر فيها. يعني من هنا يمكن أن نقرأ ما يجري على الأراضي السورية، ولا ينفصل عنها ما يحدث على الأراضي العراقية أيضا. لك أن تتخيل أن في يوم واحد، ربما رابع أو خامس يوم من اندلاع الأحداث في غزة 7 يناير، ده كان يوم 11 يناير في ربما عفوا 11 أكتوبر الماضي، خرج علينا أصوات من اليمن، أصوات من العراق، تحدثت جماعة حزب الله في العراق، تحدثت الجماعة الإسلامية، وكلها تحدث مقتدى الصدر أيضا في ربما في هذا الأسبوع. رأينا أصوات كلها مرتبطة بكيان مركزي في طهران تتحدث بنبرة واحدة. أعتقد أن ذلك في إشارة مباشرة لصانع القرار في واشنطن بأننا لسنا بعيدين عن هذا المشهد. ومن هنا بدأت الأصوات في البرلمان العراقي تتحدث عن إخراج القوات الأمريكية من العراق. الهجوم قاعدة عين الأسد يتجاوز ربما حوالي 15 اعتداء على هذه القاعدة في وقت قصير جدا. يعني القوات الأمريكية تتعرض لأكثر من 25 هجمة في شهر أكتوبر. يعني إذا أعتقد أننا بصدد حراك ربما في مراحله البدائية، ويمكن أن نقرأ ما بعد ذلك من خلال كثافة الحشد العسكري الذي تنقله واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر دكتور طه على هاي الإضاءة الاستراتيجية فيما خص المنطقة وأوضاعها. أنا بدي أرحب أيضا بالأستاذ موفق نيربي ضيفي الآخر. ما بعرف إذا عم تسمعني أستاذ موفق. قبل ما طبعا بطبيعة الحال سنعود للدكتور طه لمناقشة أيضا بعض الأفكار التي تحدث عنها. يا ريت إذا أستاذ موفق عم تسمعني. المايك لو سمحت أستاذ موفق. أستاذ موفق لو سمحت المايك أنا معك. هلا حتى وجدت المايك. آسف تمام جدا. جيد، هذا خبر آسف جيد. جدا خبر جيد. لأنه أنا مضطر إني باعتبار تعرف صار الظرف مفاجئ، يعني بعض الأمور التقنية صحيح. يعني أخرت تواصلي مع ف تحياتي ومساء الخير. مساء الخير مساء للجميع، الخير. مساء الخير للجميع. يعني نحن بحاجة إلى هذا التواصل بالفعل. شكرا لك شورى جدا يعني. وأحيي جميع الحضور، دكتور طه خصوصا والحضور الكريم كله. يعني
أنا معكم اتفضل. جاهز أنا إلى هذا. بس حاب ناقش معك مسألة. في مقالك الأخير في القدس العربي، حرب غزة وعصر ما بعد خامنئي، إذا بالمعنى المجازي ممكن أيضا الذهاب إلى مسألة فيما خص ارتدادات وتداعيات حرب غزة على سوريا التي نظام السوري الذي وضع نفسه في هذا الفريق الذي يسمى الممانعة، وتعرض يعني كنظام هش وكدولة هشة تعرض إلى ضربات إسرائيلية واضحة قوية، نالت من مطاري دمشق وحلب بعد يومين من عملية 7 أكتوبر. إلى ذلك كنا في يعني على صعيد نناقش سمعة إسرائيل التي ضربت، فإذا بنا نناقش الآن سمعة إيران التي تتراجع في المنطقة بعد هذا التقييد الأمريكي والتواجد الأمريكي غير المسبوق في المنطقة منذ حرب الخليج الثانية 91 إلى اليوم، مع الضربات التي توجهها إسرائيل بشكل يومي للميليشيات الإيرانية والجماعات المدعومة من إيران في سوريا. الأمريكيين أيضا بدأوا يستردون زمام المبادرة في شرق الفرات وقاعدة التنف، وفيما خص مناطق أخرى أيضا داخل سوريا بدأت يعني تتماسك أكثر وترد على الضربات التي قامت بها الميليشيات المدعومة من إيران على الأصول الأمريكية في شرق الفرات. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن ارتدادات مباشرة على سوريا. أنا أشرت إلى ضيفي دكتور طه أستاذ موفق أنه العلاقة لم تكن جيدة بين بشار الأسد وحماس، هذا ما صرح به على الأقل أمام سكاي نيوز قبل 3 أشهر، وتحدث عن موقف غدر تعرض له على يد حماس التي دعمت يعني مناوئي الأسد في سوريا. كيف يمكن قراءة المشهد السوري في ضوء هذا الطوفان الكبير، وليس طوفان الأقصى، الطوفان الكبير الذي يعم المنطقة أستاذ موفق؟ معك الوقت، تفضل. شكرا لك، أحييكم مرة ثانية. يعني أعتقد أولا أن إشارة يعني ما سمعته من الدكتور طه، لم أسمع كل ما تكلم به، دخلت متأخرا، لكن إشارته للتغير الجيوستراتيجي أو تكريس إعادة الحالة الجيوستراتيجية لما كانت عليه سابقا، من حيث انغماس الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وبشكل من الأشكال يعني حدوث نكسة بمحاولة الولايات المتحدة للانتقال باستراتيجيتها العامة الدولية إلى الشرق الأقصى. أعتقد أن ما حدث مؤخرا في غزة يعيد الولايات المتحدة تماما وبقوة غير مسبوقة إلى حيث كانت تريد يعني الهجران، كانت تريد أن تبتعد عن الشرق الأوسط باتجاه الشرق الأقصى. حاليا بعد المرحلة الأولى من خلال الحرب الأوكرانية، حرب غزة هي يعني مرحلة حاسمة بإعادة الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. أعتقد أن هذه المسألة ستؤثر جدا على سوريا وعلى معادلات المنطقة في المرحلة المقبلة، وبشكل مختلف عما كان يحدث سابقا. لا نستطيع الآن أن يعني نتنبأ، نحلل بثقة كاملة، لأن الأمور لم تتوضح بعد كلها. نستطيع أن نتلمس بعض النقاط ونستطيع أن نتنبأ ببعض المسائل، لكن بدون موثوقية كاملة. من أهم النقاط حاليا أن روسيا أصبحت في حالة حذر مهمة في الليفانت، في شرق المتوسط، أكثر من السابق. يعني أصبحت ترى أن المعركة يعني غير قادرة روسيا على أن تخوض معركة في شرق المتوسط بالحجم الذي تخوضه فيه، أو بالقوة والتأثير اللذين تمارسانه في أوكرانيا. هذا رقم واحد. رقم 2،
يعني إيران، وبشكل خاص من خلال خطاب السيد الأمين العام حسن نصر الله الأخير، ومن خلال التحفظ في ردود الأفعال على الرغم من ما أشرت إليه في مقالي اللي ذكرته شورش، آه، على الرغم من تورط إيران بكل ما يجري، إلا أن بشكل عام يبدو أنها تغلب التحفظ، تغلب الموقف المحافظ، تدفع الحوثيين للضرب بالصواريخ، تدفع الحشد الشعبي، بعض قوى الحشد الشعبي أو حزب الله العراقي إلى قصف الأمريكان، تطور القصف من قصف الأمريكيين في العراق إلى قصف الأمريكيين في سوريا، تنقل بعض القوى والميليشيات باتجاه يعني جنوب غرب سوريا، يعني إلى أماكن قريبة من الجبهة. إلا أن بشكل عام وبموقف حزب الله ما تزال حتى الآن هي في حالة تحفظ. أعتقد أن إيران في مرحلة تنتظر فيها تغييرات، تنتظر فيها تغييرات على مستوى القيادة، لأن خامنئي على وشك الأفول، وهناك بحث ما في إيران لهذا الشغل، هناك حراك بهذا الاتجاه. أعتقد أن تفضل أكثر بكثير لو تكسب بمستوى العلاقة الأكثر ودية، الأكثر براغماتية مع المنطقة، وبشكل خاص مع الخليج والسعودية، ستسير بهذا الاتجاه. حتى الآن كل المؤشرات تدل على أن إيران يعني ذاهبة باتجاه متوسط القوة، معتدل، تضغط، تكون سعيدة بما يحدث لإسرائيل، تكون سعيدة بورطات الولايات المتحدة إلى آخره، لكن يعني تحرك جماعاتها هنا وهناك، لكن ليس إلى حد خطير وحاسم ومؤثر إلى هذا الحد أو ذاك. هذه مسألة هامة جدا ولها علاقة بسوريا، من حيث أن عنوان هذه الحلقة، عنوان هذا البحث له علاقة بانعكاسات غزة على سوريا. أعتقد أن هناك انعكاسات أخرى من حرب غزة على سوريا وعلى حالة النظام السوري وخلافه، وسيظهر أو ابتدأت بعض مظاهر تهتك النظام السوري بالتعبير عن نفسها أكثر من المراحل السابقة. هو سعيد بسبب يعني ضعف النظام حاليا، سعيد بأن الناس لا ينتبهون إليه، يتمنى لو أن الناس ينسونه إلى هذا الحد أو ذاك، هذا النظام ورأس هذا النظام أو رؤوس هذا النظام يعني. لكنه يعني لا يرغب بأن، آسف قليلا، لا، فهذا النظام إذن في حالة حذر. لكن مع الإشارة أيضا أريد أن أشير وبشكل أيضا مؤقت إلى أن هناك يعني إشكالية إيديولوجية حاليا هامة جدا لإيران، للنظام السوري، لكل قوى الممانعة في المنطقة، لها علاقة بشكل من الأشكال بالإيديولوجيا، لها علاقة بهذه الحرب اللي أخذت شكلا غير مسبوق من الاحتدام على أساس ديني، على أساس ديني تماما، سواء من جهة حماس والجهاد الإسلامي أو من جهة هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على أساس ديني أيضا. يعني هذه الملامح خطيرة وخطيرة جدا، وتطرح مهام مختلفة عن أي مرحلة سابقة. لدينا العديد من التأثيرات الأخرى، أكتفي حاليا بهذا بانتظار ما
يمكن أن بدي ارجع لك ترونه. كمان اكيد يعني استاذ موفق، بس دكتور طه، يعني تكلم ضيفي يعني عن نقطة اللي هي كانت الولايات المتحدة مثقلة بالشرق الأوسط، كانت تتوجه شرقا باتجاه الصين، وبالتالي أعادتها حرب حماس إلى داخل الشرق الأوسط. الآن نشاهد مراكمة سلاح، هناك تواجد أمريكي غير مسبوق، يعني داخل بنك الأهداف المتوقع في حال تقدم الحرب قد تكون المصالح السورية، قد تكون المصالح الإيرانية في العراق وسوريا وفي لبنان حتى. وبالتالي البعض يرى، وبمنطق التحليل ممكن القول بأن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة مكرهة من خلال التواجد في المنطقة بهذا الشكل الغفير، بعد أن كانت تستعد لإرساء شكل من أشكال التطبيع العربي خاصة السعودي مع إسرائيل. الآن تتجه باتجاه يعني حماية إسرائيل من حرب إقليمية، وقد نجحت إلى حد كبير. هل تتوقع يعني مثلا أن يكون هناك يعني حصة لسوريا من هذا الأذى الأمريكي مستقبلا؟ هل ستتصاعد وتيرة الحرب وتمتد إلى سوريا، أم أن الأمور ستبقى في غزة وفقط في غزة؟ لا، يعني دي هتتوقف على مسائل مرحلية سوف ترتبط بردود الأفعال والتزام قوى مثل إيران مثلا بسلسلة التحذيرات والرسائل التي بعثت بها واشنطن إلى طهران عن طريق وسطاء إقليميين في المرحلة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، بأن أي مزيد من انخراط الفواعل التابعة لإيران، مش سواء كان على مستوى الجنوب اللبناني حيث حزب الله، أو حتى القوى المفتتة في العراق وفي سوريا، وحتى جنوبا في اليمن، أعتقد أن ذلك سوف التزام إيران بهذه الرسائل التي بعثت إليها واشنطن، أعتقد أن ذلك سوف يحدد وتيرة تصاعد الأحداث على المستوى الاستراتيجي في المنطقة. بمعنى أنه النظام في إيران ليس من مصلحته توسيع نطاق الحرب، لأنه سوف يكون في مقدمة المتضررين والخاسرين. هو نظام عنده مشاكل داخلية، مشاكل اقتصادية في المقام الأول. كلنا نعلم الأزمة الاقتصادية التي يعيش عليها النظام الإيراني. كلنا نعلم أيضا بركان الهويات التي يعيشه المجتمع الإيراني خلال الفترة الأخيرة، والذي تم التعبير عنه في العديد من الخروجات الجماهيرية في الشوارع الإيرانية أخيرا. إذا النظام الإيراني لم يعد بالقوة التي كان عليها في التسعينات ومطلع الألفية قبل 10 أعوام، بل هو في الفترة الأخيرة ليس في ذروة قوته. إذا ليس من مصلحته التسريع وتيرة الصدام مع قوة دولية سوف تحتشد جميعها ضد هذا النظام، لا سيما وأنه كما تفضل السيد موفق أشار إلى البعد الديني. البعد الديني يؤجج وتيرة الصراع ليجعله في بند خانة، أو في خانة صراع حضاري في المقام الأول. إسرائيل ربيبة القوى الرأسمالية الغربية. إذا أنت تتحدث عن الشرق وعن الغرب، عن شرق ذات أيديولوجية معينة ضد محور ما يعرف بالمقاومة بقيادة إيران ذات أيديولوجية معينة. إذا أعتقد أن في هذه الحالة احتمالات أن ينجرف، يعني تداعيات انجراف النظام الإيراني لهذا الأمر في سوريا، أعتقد أنه سوف يكون النظام الإيراني في مقدمة المتضررين يعني. ولذلك أنا لا أتوقع أن يعني صعوبة أن يخطأ النظام الإيراني مثل هذه الميسكالكوليشنز أو الحسابات الخاطئة. أعتقد أنه سوف يكون حذر جدا جدا. لكن أعتقد أن إسرائيل نفسها يعني هي الأخرى تسعى أحيانا لاستفزاز إيران من خلال الضربات الاستباقية التي أجرتها في الأراضي السورية على مدار الشهر الأخير. ضرب المطارات، ضرب مواقع. تقول واشنطن أنها، عفوا، تقول تل أبيب أنها
يعني قواعد عسكرية، مخازن أسلحة لأطراف تابعة لإيران. أعتقد أن تل أبيب ربما تسعى للمزيد من استفزاز النظام الإيراني لإجهاضه واستنزافه، خاصة أن تل أبيب مسنودة بالحشد العسكري الذي وفرته والدعم السياسي المطلق الذي وفرته لها القيادة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة. الأمر أعتقد أنه لا ينفصل. يعني حابب أشير للمسألة التي تفضل السيد موفق فيها، مسألة أنه الولايات المتحدة كانت بصدد تحضيرات معينة، وإذا بها، وكما تفضلت حضرتك أيضا، إذا بها يعني تعيد النظر في هذا الأمر، غير راغبة في ذلك أو مضطرة لذلك. لنعد قليلا إلى حقبة الرئيس أو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، واستراتيجية إعادة التموضع الخارجي للقوات الأمريكية التي اتبعتها السياسة أو الإدارة الأمريكية حول العالم، والتي تم بموجبها خفض عدد القوات الأمريكية في العراق وفي أفغانستان بدرجة هائلة، حتى أنه لم يعد في الشرق الأوسط من قوات أمريكية إلا بضع آلاف. أعتقد أن الإدارة الأمريكية ترسخ لديها قناعات استراتيجية بأن الخطر لم يعد في منطقة الشرق الأوسط بقدر ما هو يعني ينبغي أن يعني يرتبط بتطويق الصاعد الصيني، لا سيما وأننا رأينا الصين خلال الفترة الأخيرة من خلال انزلاقها نحو إبرام العديد والعديد من اتفاقات التعاون التي تكرس حضورها في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. رأينا في مطلع أو في آخر العام الفائت في ديسمبر على ما أذكر 2022 رأينا القمة العربية الصينية، القمة الإفريقية الصينية، عفوا القمة الإسلامية الصينية السعودية. رأينا 3 مستويات من القمم التي أجريت في الرياض، والتي أعقبتها واشنطن بقمة أمريكية إفريقية وأمريكية عربية إلى آخره. ده أفتكر أنه كان بعدها بحوالي شهر ربما. يعني الصين في الاستراتيجية أو في وثيقة الأمن القومي الأمريكية الأخيرة تجاوز ذكرها أكثر من 25 مرة، بينما لم يصل عدد ذكر كلمة روسيا في الوثيقة الأخيرة الصادرة عن هيئة الأمن القومي الأمريكية أكثر يعني 17 مرات لا تتجاوز. يعني هذا يحدد لنا الخطر الحقيقي في الرؤية صانع القرار الاستراتيجي لمكانة الولايات المتحدة حول العالم تجسدت في الصين، ومن هنا رأينا التوجه الأمريكي نحو آسيا باعتبار أن هنا يكمن الخطر الحقيقي. ولا ينفصل عن ذلك أيضا الرغبة الجادة من روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أعاد إحياء السياسة الإمبراطورية أو السياسة التوسعية لروسيا خلال سنوات حكمه، وما يمثله من خطر على المحور الغربي بشكل عام. وقد تجلى ذلك أيضا في حرب أوكرانيا، وكثافة أو حجم الكثافة الكبير جدا في الدعم الأمريكي والإسناد والمساندة الأمريكية لأوكرانيا، علما بأنه كان يمكن أن يتم احتواء الأمر في إثارة كومبرومايز ما بين كييف في أوكرانيا وموسكو، كان ممكن يتم احتواء الأمر، لكن لأنه يرتبط بجدية من إصرار من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهة الغرب وتضمين كلمة الغرب كل الخطابات السياسية تتحدث على مناوئة ومناكفة ومعارضة حقيقية للمشروع الغربي وتمدده في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2014 وحضوره الكثيف وعرقلته للمسار السياسي الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بل وتسببه في فشل السياسة الأمريكية في تسوية نزاعات مثل النزاع السوري منذ أواخر عهد باراك أوباما. وأعتقد أنه ده كان له دور في إفشال وإضعاف الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. على أي حال، ما حدث في 7 يناير كان صدمة حقيقية في المشروع الأمريكي في التوجه والتفرغ
للتوجه الآسيوي، كما كان ما يعرف بالربيع العربي حجر عثرة للمشروع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، الذي كان يمكن أن يكون رأس حربته القوى الإسلام السياسي ودولة إقليمية فاعل مساند مثل الدولة التركية. أعتقد أن ما حدث في 2013 بداية من مصر كان أيضا هو معول هدم لهذا المشروع الأمريكي، وهكذا أيضا كانت 7 يناير هي شرارة ل أكتوبر نعم أكتوبر 7 أكتوبر. عفوا، يبدو أني على أي حال 7 أكتوبر بالفعل. أنا عايز أخلص من هذا السرد أن كما مني المشروع الأمريكي بحجر عثرة في 25 يناير 2011، هو مني أيضا في 7 أكتوبر بشرارة يعني تتسع إقليميا، وقد تجلى ذلك في السرعة الاستجابة التي أتت بالتسليح أو الحشد العسكري الكثيف. حاملات طائرات تمثل نسبة ليست بالهينة من القوى الأمريكية في هذا المضمار، غواصة نووية إلى آخره. أعتقد أني تعرضت لتسريب في أحد دوائر، يعني كنا في مكان بنعمل لقاء تلفزيوني، وكان قريب مننا حد قريب من دوائر صنع القرار، أعتقد يعني في فلسطيني حاجة زي كده، تحدث عن أن واشنطن نما إلى علمها خطة تم تسريبها بأن يمكن أن تنطلق حماس يعني فكرة توحيد الساحات والعديد من الفاعلين التابعين لإيران في نفس اللحظة بهجوم موازي يمكن أن يكون يسبب ضربة قاسمة لتل أبيب وضربة قاسمة للمشروع العسكري، أو عفوا التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. حوثيين، حزب الله، العراق، يعني ربما ذلك يفسر كثافة واستجابة الحضور الأمريكي. أعتقد إذا صحت هذه الرواية لا أو ربما تقترب هذه الرواية أو يعزز هذه الرواية تصريحات بعض المسؤولين التابعين لحماس في لبنان وفي مناطق أخرى بأننا تعرضنا لخيانة من طهران. خيانة من طهران تحدث عنها بعض قادة حماس بأننا كيف تكون هذه الخيانة إذا كان هناك سقف من الطموحات والتطلعات لدى جماعة حركة حماس بأن ما حدث في 7 يناير لا يكون حراك جزئي كما كان قبل ذلك، وأن يكون سيناريو يوم القيامة بالنسبة للشرق الأوسط بقيادة إيران. لكن أعتقد إذا صادق هذا التسريب، أعتقد أن إيران بالفعل، عفوا حماس، تعرضت بالفعل لخيانة أو لتقاعس. ربما يكون التبس على قادة حماس الأمر كما حدث مع صدام حسين يوما ما حينما قرأ رسائل خاطئة من السفيرة الأمريكية في العراق أبريل غلاسبي بأننا لن نعارض أي تحرك نحو الكويت. ربما يكون صدام حسين فهم الأمر باعتبار أنه ضوء أخضر. أنا أقول أيضا أن حماس ربما قرأت هذا التواطؤ الإيراني معها باعتبار أنها تصورت أنه ضوء أخضر. خلاصة في الخلاصة أن هناك في عندي أزمة حقيقية بين حماس وإيران على مستوى التنسيق. الخطاب السياسي الذي تتبناه إيران لا يتناغم مع اللي هو عايز أقول الخطاب السياسي الذي تعبر عنه التصريحات التي تدعو للتهدئة وأحيانا يعني تدعو للتصعيد. التدخل العسكري للفواعل الداعمة التابعة لإيران في الشرق الأوسط ليست كما كانت تتوقع حماس بشكل عام. هناك أيضا على الجانب الآخر في أزمة في الأصوات الغربية فيما يمكن في إطار التعامل مع ما يجري على أراضي غزة من جانب بين الغرب بشكل عام. قوة ترى بضرورة وقف إطلاق النار، قوة لا ترى بضرورة وقف إطلاق النار. أعتقد أن هذا اللبس سوف يقود يعني يجعل عملية إدارة الأزمة الراهنة في غزة أو في الشرق الأوسط تخضع بمنطق القطعة بقطعة، لأنه يغيب عن الجميع حاليا كما تجلى لنا في الأيام الأخيرة. يغيب عن الجميع الرؤية الاستراتيجية الكاملة. حتى داخل إسرائيل ليس هناك منطق متفق عليه لما يمكن أن تكون عليه
إدارة غزة فيما بعد حماس مثلا، إدارة المشهد في مرحلة ما بعد حرب غزة، إن كان هناك لها نهاية في الأفق المنظور. شكرا دكتور طه. أنا بدي أرجع لعند الأستاذ موفق في اتفاق، يعني أستاذ موفق، بينك وبين الدكتور طه فيما خص أنه إيران في أضعف حالاتها قياسا إلى الوقت السابق على 7 أكتوبر. آه، في نوع من الشعور بالخذلان، آه، ممكن سماها الدكتور طه بالخيانة، الخذلان من قبل محور كان يؤيد التعشيق والعلاقة بين حماس وبين الجمهورية الإسلامية. تركت إذن حماس لمصيرها، وما العمليات التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية وكذلك حزب الله. الكثير منهم يرى بأنها حركات يعني لحفظ ماء الوجه، في حين لا يمكن التقليل بحال من قوة إيران ونفوذها في المنطقة. لا تزال تحتكم على قوة بشرية، على فكرة الأفواج البشرية، على فكرة الإخلاص، الإكليروس الشيعي المتواجد حاليا في طهران. يعني هناك الكثير من المسائل التي يعني قد تدفعنا إلى أن لا نستعجل في الحكم على إيران. صحيح أن وحدة الساحات تحولت إلى تقليل الساحات حاليا، أو تقليص الساحات، لكن هذا لا يعني بحال هزيمة المشروع الإيراني أو تفكيك عرى المناطق المتصلة ببعضها من طهران وصولا إلى الضاحية ببيروت. آه، وأيضا فيما يخص اليمن وتعاونها مع الحوثيين. إذا نحن في سياق عام أمام حفاظ إيران على جهدها لمرحلة مقبلة، ربما للدفاع عن الجمهورية الإسلامية، ربما لن ادخرت طاقتها لمرحلة أخرى. هذا بالنسبة آه، يعني لا سؤالي، كيف ممكن يعني نقرأ أمور إيران خارج فكرة ربما هي عرقلت طريق التطبيع العربي. عملية حماس عرقلت عملية التطبيق العربي الإسرائيلي، لكن أنت أشرت في بوست لك على فيسبوك، قلت بأن عملية 7 أكتوبر ستسرع، بما في معناه ستسرع عملية التطبيع العربي. إذا إيران أخفقت، نجحت في صد التطبيع العربي. إيران ستحافظ على جبهتها الداخلية، والمقصود بجبهتها الداخلية هي الجبهة الممتدة من طهران إلى الضاحية، أم ما يحصل أننا في إزاء أفول إيران؟ يمكن التعبير كان مجازي اللي استعملته أنت دكتور أستاذ موفق فيما خص يعني عصر ما بعد خامنئي، لكن الإجابة محيرة إلى حد بعيد. هل يمكن الحكم على إيران بأنها في هزيعها الأخير؟ تفضل أستاذ موفق إذا كنت عم تسمعني، ما سألت إذا عم تسمعني. يا ريت تفتح المايك. أستاذ موفق. أستاذ موفق إذا عم تسمعني يا ريت تفتح المايك. آسف جدا، آسف جدا منك شورش على هذا ولا يهمك، بس أتمنى سمعتني، أتمنى تكون سمعتني. بس سمعتك جدا وبعناية، وسمعت الدكتور طه أيضا يعني كمان يعني أنا أعتقد أن الحديث عن أفول القوة الإيرانية يعني كتير كتير مستعجل، غير صحيح هذا أبدا. يعني ليس من السهل أن تأفل هذه القوة التي يعني تفرعنت وتجذرت يعني وانتشرت إلى هذا الحد، وعلى أساس صلب وقوي يعتمد على أيديولوجيا دينية شيعية متعصبة متماسكة، يعني قادرة على الحياة لفترة لا بأس بها لاحقا. يعني أعتقد أن إيران تحاول حاليا الانتقال، أو هي انتقلت من مرحلة احتمال الهجوم إلى الدفاع، إلى يعني تعزيز دفاعاتها.
تعزيز مكتسباتها السابقة، وهي إذ تهاجم ببضعة صواريخ في لبنان وبضعة صواريخ من العراق باتجاه التنف وباتجاه الحسكة، وأيضا لدن الحوثيين باتجاه إيلات. بشكل عام هي مجرد أنها تثبت وجودها، يعني تتخبط أو تتنفس لإثبات الوجود وللاستمرار بالوجود بشكل من الأشكال. ليست إيران بحالة عظيمة ولا حالة منتعشة ولا حالة قادرة على الاستفادة من الأزمة الإسرائيلية على الأرض، ولا إمكانية الاستفادة من فورة جماعتها. حماس هي جماعتها بشكل من الأشكال، الجهاد الإسلامي هم جماعتها بشكل من الأشكال، لكن رغم ذلك ليست إيران بحالة تستطيع بها الاستفادة مما فعلته حماس ومما تفعله أيضا معها الجهاد الإسلامي على الإطلاق. أعتقد أن الوضع الإيراني أصبح تقريبا واضحا، ما هو ما زال ملتبسا قليلا، وأعتقد أننا يجب أن نميل إليه، هو الحالة التركية، وهو مسألة هامة. ربما أنت تخطط لي أن تبحث بهذا الأمر لاحقا، لكن هو أيضا مهم جدا، ولا يقل تأثيره على سوريا عن المسألة الإيرانية فيما يخص انعكاسات حرب غزة، ويجب أن نتناوله. ليس هناك الكثير من المعطيات، نحن نعلم جيدا يعني الطموحات السلطة التركية الحالية التي هي ليست في منتهى قوتها، ليست في يعني بحالة الإقبال الشديدة، بحالة الانتعاش، بحالة الأمل بعدة يعني بالفوز بعدة مراحل انتخابية مقبلة، لكنها تحاول. أعتقد أن تركيا تحاول الاستفادة على الأقل بالمسائل السياسية من غزة للضغط على سوريا، للضغط على الحالة السورية. مؤخرا جدا لافتا للانتباه ما فعلته بنقطتين، بمسألتين. أولا بدفع الغوغاء للهجوم على قاعدة إنشيرليك، وثانيا بآلية استقبال بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، ومحاولة يعني النيل منه، من احترامه، من توصيل رسائل. وفي الحالتين، في حالة إنجيرليك وفي حالة أنقرة، في حالة استقبال أنقرة، هناك رسالتان مهمتان تركيتان تحاولان يعني فتح البازار. أعطونا وماذا يريد الأتراك؟ معروف جيدا ماذا يريدون. يريدون إذنا بالتدخل والضرب في شمال سوريا، يريدون أن يكون ثمنا لسكوتهم، وحتى ربما لإغماض أعينهم عما يجري في غزة، أن يجري إغماض العين والسماح وإعطاء الضوء الأصفر ما لم يكن الأخضر بشيء من المكاسب في شمال سوريا وشمال شرقها خصوصا، أو سوريا عموما. أظن أن هذه المسألة مهمة أيضا في يعني ضمن هذا الأفق، ضمن هذا السبيكتروم، الطيف الذي له علاقة بأحداث غزة، أحداث غزة وتأثيرها على
على سوريا، على القضية السورية. شكرا. شكرا. مع هذا يعني التخويف الجيد، يعني خلينا نسميه أستاذ موفق، التخويف من أن تتحصل تركيا أيضا أن تغير من شروط اللعبة. يعني في تاريخ العلاقة التركية الإسرائيلية كانت دائما ما تتحصل تركيا على منافع خارج فلسطين، خارج القضية الفلسطينية، تتحصل على منافع نتيجة مناوئتها لبعض التصرفات الإسرائيلية، وكان الثمن دائما خارج المسألة الفلسطينية. كان يكون على شكل معونات عسكرية أو الموافقة على تمرير سياسات معينة. حدث ذلك في الكثير مع عملية الرصاص المصبوب والجرف الصامد، وحاليا مع طوفان الأقصى. أنا بدي يعني حاول قدر الإمكان دكتور طه الوصول إلى خلاصات في 5 دقائق لكل ضيف من ضيفي الكريمين. ممكن نوصل إلى خلاصة كيف نقرأ الأوضاع، خاصة أن الوضع في سوريا دكتور طه مركب إلى درجة بعيدة. سوريا التي تشهد حرب أهلية، أزمة غير مسبوقة مديدة، تشهد ضربات إسرائيلية، تحفز أمريكي، حضور إيراني، تواجد تركي، احتلال تركي، وتواجد لأعظم قوتين عسكريتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة. نتحدث عن مسرح مربك ومخيف ومعقد. كيف يمكن الوصول إلى خلاصة فيما يخص الوضع؟ أنا أعرف شغفك بالبعد الاستراتيجي مما تبدى من كلامك، لكن راح أحاول قدر الإمكان نضيق الحلقة. صحيح لا يمكن، مثل ما أشرت حضرتك، لا يمكن لرؤية الأوضاع في سوريا إلا أو فيما يحصل بغزة إلا برؤية أوسع، لكن سنحاول تضييق العدسة قدر الإمكان في 5 دقائق لو سمحت. يعني أشكرك على مهارة حضرتك في أن تتسلل إلى عمق ما أفكر فيه، بأني دوما من هواة قراءة التاريخ والبناء على الصورة الكلية بشكل عام. تركيا كما تفضل السيد موفق حاضرة في المشهد بقوة. أنا عايز أقول إنه تجليات ما بدأت به، لأنه يبدو أن السيد موفق لم يوفق في أن يستمع إلى ما بدأت به حديثي. أنا عايز أقول إنه بس حابب أدقق حاجة. أنا لم أقل بأننا بصدد مرحلة أفول إيران، أنا أقول بأننا في حالة ضعف الدولة الإيرانية والمشروع الإيراني. هذا ما قصدته وليس أفول، لأن الأفول هو مسألة أخرى يعني. لا لا، على أنا أي أنا وضعت هذا السؤال الراديكالي آه أمامكم، ولم تقله أكيد لا أنت ولا آه الأستاذ موفق، لكن أنا حاولت قدر الإمكان أن آه أخفف من حدة هذه التوجهات التي تتحدث في المنطقة بشكل عام عن أفول إيراني. تفضل. يعني أنا لما آسف. تحدثت عن تحولات النظم الإقليمية والنظام العالمي، أنا كنت أقصد تركيا على وجه التحديد سيدي الفاضل، فأن تركيا اليوم لم تعد هي تركيا وقت تشكل النظام الإقليمي الراهن يعني قبل 100 عام من الآن. تركيا بتحرك، يعني ما أهمية هذا المنظور الابروتش الاستراتيجي او الجيو استراتيجي الذي انطلق منه دوما؟ لأن الأتراك لطالما يرددون ذلك بمشروعاتهم في شمال شرق وغرب سوريا، منطقة الحزام الآمن أو المنطقة الآمنة وتحركاتهم الداخلية، إنما تنبع من رغبة تركيا في استعادة ما يطلقون عليه بالمجد العثماني أو الميثاق الملي أو مفردات قومية في المقام الأول. وبالتالي قراءة البعد التاريخي لا بد أن تكون حاضرة في هذا المشهد حتى نفسر السلوك التركي الذي حاضر بقوة، وربما تكون قوة أقوى من يعني في بوزيشننج أو تموضع أفضل من الحالة الإيرانية. على أي حال، إن قراءة هذه الأمور بتفصيل، لا عفوا، لا تنسى أيضا أن هناك أزمة في السويداء. هنا جيب آخر من الصراع في الأراضي السورية كانت تدعمه إسرائيل قبل ذلك، وهناك مشروعات قيام دولة درزية، ويمكن نقرأه بين الحين والآخر في
بعض الصحف الغربية أو حتى في الصحف الإسرائيلية التي لطالما ترددت هذا المشروع. عايز أنا أزيدك من الطين ما أعرفش بيقولوها إزاي، أزيدك من الشعر بيتا، من يعني الشعر فكرة بيتا. عفوا يعني تأزم تأزم الأزمة، يعني تعقد الأزمة المركبة في سوريا، أنا أضيف إليها الحالة السويداء الواسية، مع أنه أخيرا تم رفع علم الترزي في الحراك الشعبي الذي تشهده مدينة السويداء، التي كانت لطالما في موضع محايد قبل ذلك. يعني على أي حال، واحتراما للوقت والاعتبارات، أنا أعلم احتراما لحق السيد موفق في الوقت، عايز اقول انه تركيز انه تعقيد المشهد في سوريا سوف يجعله من الصعوبه بمكان قراءه المدى المنظور، لكن ما يعقد المشهد ايضا وهذا مؤسف، غياب الفواعل الاقليميه الاصيله، مثل ما يعرف، انا اسف، ما يعرف بالدول العربيه الفاعله في المشهد، سواء في القضيه الفلسطينيه او في الازمه السوريه، لتجعل فواعل إقليمية غير عربية هي الفاعل الأساس، مثل إيران وتركيا والدول ما يعرف بالدول العظمى التي جاءت إلى منطقة الشرق الأوسط. قراءة المشهد في المدى المنظور أعتقد أنها من الصعوبة بمكان، لكن غياب الرؤية الاستراتيجية لدى صانع القرار في إسرائيل لأن اللي حصل في 7 يناير كان، عفوا 7 أكتوبر، أنا مش عارف ليه بقول 7 يناير كتير النهاردة، اللي حصل اللي حصل في 25 يناير في بالك. لا، يعني يبدو ان الحدثين متشابهين، يعني ملتبسين. ما حدث في 7 اكتوبر كان مفاجئه بعد حاله الاسترخاء التي ظهرت بها حماس خلال شهور قبل 7 اكتوبر، حتى ان رئيس الوزراء نتنياهو قال في يوم من الايام بانه نجح في تحييد حماس، وهو الان متفرغ للفصائل في مخيم جنين. واعتقد ان ذلك كان من باب التخطيط التكتيكي او الخداع الاستراتيجي من جانب حماس. على اي حال، غياب الرؤيه الناجم عن هول الموقف في 7 اكتوبر لدى الجميع يجعلنا يعني نتحدث بصدد البيت باي بيت او ستيب باي ستيب، الخطوه بخطوه. ليس هناك رؤيه متكامله لدى الجميع، وهذا اخطر ما في المشهد السوري في المدى المنظور، لا سيما واننا في سوريا بتنا بصدد بيئه مش بيئه حاضنه، لانها للاسف هي حاضنه من زمان، بيئه اكثر رخاوه. راينا حراك التنظيمات العمليه، الهجوم الذي تمارسه تنظيمات داعش والتنظيمات المشابهه على الجيش السوري، على الكثير من المواقع في على الاراضي السوريه. خلاصه القول بان المزيد من التأزم ينتظر المشهد في الأراضي السورية نتيجة لغياب الرؤية الشاملة لدى كافة الفاعلين في هذه الأزمة المركبة كما أسلفت حضرتك. جزيل الشكر دكتور طه، جزيل أشكرك على هذا التحليل يعني الاستفاضة في تأصيل المواضيع والعودة إلى البعد الاستراتيجي لطبيعة الصراع الدائر في غزة وفي بقية المناطق، في بقية الإقليم. أشكرك. أستاذ موفق، كمان معنا 5 دقائق للوصول إلى خلاصات. يعني إذا كنا قد طرحنا العديد من المسائل اليوم داخل وخارج سوريا، فنريد شكل من أشكال الخلاصات، الخلوص إلى النتيجة، أو يعني على الأقل لنمتلك يعني تلك يعني خلينا نقول الجرأة لطرح استشراف أو نبوءات فيما خص مستقبل سوريا في ضوء حرب غزة. تفضل أستاذ موفق. شكرا كثير أستاذ شورش، وأنا سعيد بالاستماع لك والاستماع للدكتور طه. أشكرك. يعني لعلي يمكن أن أختصر ما أراه واضحا أكثر من غيره فيما يخص استشراف المرحلة المقبلة، فيما يخص النظام السوري بعد حرب غزة إن انتهت، إن شاء الله ما تطول طبعا، يعني أن هذا النظام الذي اعتاد طويلا على التعيش على الشعوذة، على الخلافات، على الإشكالات لدى الآخرين، على ابتزاز المنطقة، على التعيش على على دعم القوى التي تؤذي استقرارها.
هذا النظام سيصبح هامشه اللاحق أكثر ضيقا بشكل حتمي بعد ما جرى الآن. هناك لعب أكبر من إمكانيات النظام السوري شرق المتوسط. هناك لعب سياسي، لعب استراتيجي أكبر جدا من إمكانيات النظام السوري في الشرق الأوسط. هناك مسائل جيوستراتيجية لها علاقة بالسياسة العالمية تجري حاليا، تتفاعل حاليا، تصطنع أو يجري تصنيعها حاليا من خلال حرب غزة. لن يكون النظام السوري قادرا على أن يمثل يعني حتى حجمه الذي كان قد تضاءل في المرحلة السابقة. سيصبح أقل قدرة على المناورة، سيصبح أكثر ضعفا أمام إيران، أكثر ضعفا أمام تركيا، أكثر ضعفا أمام روسيا، أكثر ضعفا أمام إسرائيل، أكثر ضعفا أمام الخليج والسعودية وقطر، أكثر ضعفا بكثير أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا طبعا. هذا النظام يعني سيحاول المرور بين قطرات المطر كما يقال، كما اعتاد، على طريقة الفتور. يحاول أن يحيا على طريقة الفتور، يعني يحاول أن يسوق نفسه على أنه سيكون قادرا على أن يؤدي مهام لغيره، لكنه حتما أصبح في وضع جديد وسيصبح في وضع جديد بعد ما جرى في غزة حاليا. ورغم أننا لا نعرف إلى أين ستنتهي الأمور، إلا أن اتجاهاتها العامة ستكون أكثر حسما، أكثر جدية، يعني عواملها ستكون أكثر قوة من النظام السوري، وبالتالي سيتحيد هذا النظام أكثر مما كان بالمرحلة المقبلة. أعتقد أنه سيكون ممكنا حتى للقوى العربية أن تضغط عليه أكثر للنيل منه بناء على اتفاق عمان مثلا، يعني وليس يعني بشكل حصري، لما يشابه اتفاق عمان. وسيحاصر. يجب أن تبنى استراتيجيات السوريين الآخرين، استراتيجيات القوى الأخرى في المنطقة، على أساس أن هذا النظام من المستحسن، من المفيد للمنطقة، يعني أن يضعف أكثر من السابق. هذا بالتأكيد قادم، لكن لا نستطيع أن نحكم تماما حتى الآن. نحن نبحث في شيء لم ينتهي، نبحث في آثار عملية لم تنتهي، لم تتبلور حتى الآن. كل ما ظهر من معركة غزة حتى الآن أن إسرائيل أثبتت قوتها، أن الولايات المتحدة وضعت قوتها إلى جانب إسرائيل، أن هناك فضيحة ما للقوى التي يعني ابتدأت بهذه المعركة. هناك فضيحة ما لهذه القوى يجب أن تدفع ثمنها لاحقا. هذه القوى يعني أعتقد أن الدكتور طه أشار إلى في البداية، يعني تورط بشار الأسد بأن تذكر بأنها قوى غادرة ومنافقة. قال عنها أنها قوى غادرة ومنافقة في وقت لا أذكر، هذا قال قبل فترة طويلة، أظن فترة غير طويلة من بداية الحرب في غزة، من تفاعلات الحرب في غزة. لو كان يحسب حسابا لما سيجري بعد ذلك لما كان قال ذلك، لما تورط وقال ذلك، لأنه معتاد على أن يستثمر
العمليات ذات الطبيعة بين قوسين الإرهابية. شكرا. جزيل الشكر. يعني أنا مع يعني هذا الكلام الشيق، لكني مضطر إلى حرصا على وقتكم أيضا وحرصا على وقت متابعينا أن أتشكر ضيفي الكريمين دكتور طه علي من مصر والأستاذ موفق نيربي. جزيل الشكر، على أمل أن نلتقي مرة أخرى، وابقوا بخير وليلة سعيدة. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، تصبح على خير. تحياتنا. سلامات، يا أهلا وسهلا.